السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، والنهاردة عندنا حلقة لطيفة. يعني كلها أرقام عايزين نتكلم فيها عن الوضع اللي بتشهده أمريكا وبيشهده العالم كله يا جماعة. يعني هنتكلم النهاردة شوية، انتوا عارفين بنتكلم أرقام وبنربط حاجات ببعضيها، ويعني بتبقى الحلقة لطيفة وبرضه تدينا معلومة، يعني ما يبقاش بس كده كلام على الفاضي. طيب نبتدي ونصلي على رسول الله. احنا عايزين نعرف الأول أمريكا مصممة على فنزويلا ليه؟ ويعني بتضرب زي الناس بتقول بتضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق والحاجات اللي زي كده. احنا نعرف وضع أمريكا حاليا، يعني لما نعرف وضع الاقتصاد الأمريكي دلوقتي وهو فين وإيه الوضع العالمي. والحقيقة ترامب من ساعة لما جه هو بيقول إن هو عايز يرجع أمريكا جريت أجين، يعني دولة عظمى محترمة وقطب واحد في العالم، لأن دلوقتي يعني في دول بتنافس أمريكا في إن هي تبقى قطب تاني وقطب تالت في العالم. يعني طبعا الناس كلها عارفة الصين وعارفين روسيا وكده يعني. خلينا نقول يا جماعة إن دلوقتي الديون في أمريكا 38 تريليون دولار. التريليون 1000 مليار، 1000 مليار دولار. معلش أنا هقف عند الأرقام شوية عشان تتخيلوا حجم الأرقام وتقدروا تربطوا بقى الأحداث ببعضيها وإيه اللي هيحصل وكده يعني الراجل جه ومعاه أجندة، واخدين بالكم، والأجندة بتاعته اللي عايز يعملها كواحد وطني أمريكاني عايز يرجع بلاده للصدارة تاني. وهو معاه حق، احنا ملناش دعوة. الطريق اللي هو بيسلكه دوت انت مختلف عليه موافق عليه، دي مش قصتنا دلوقتي. لكن هو الحقيقة بيشتغل لصالح أمريكا. أنا أعتقد إن ترامب بيشتغل لصالح أمريكا وبقوة، وفعلا عايز يرجعها للصدارة في وقت قصير جدا. معرفش هل هو هينجح في دوت ولا لأ. انتوا اكتبوا لي في التعليقات يعني لو هو هيقدر يعمل كده. بس خلينا نشوف الاقتصاد الامريكاني دلوقتي ماله. 38 تريليون دولار. الوضع على الصعيد العالمي، الصين طالعه زي الصاروخ. الاقتصاد بتاعها بيمثل اكتر من 30% من الاقتصاد العالمي، الصين لوحدها. بتتكتل هي وروسيا ودول تانية، وبيضغطوا على امريكا، بيضغطوا عليها بيوصلوا لحدود امريكا دلوقتي، وديت سابقه الحقيقه خطيره. علشان كده ترامب قال لك لا، احنا عايزين ناخد جرينلاند وعايزين نسيطر على فنزويلا. يا جماعه نتكلم على فنزويلا في ارقام. خلاص، خلينا لو هنتكلم على فنزويلا، اشمعنى فنزويلا؟ خلي جرينلاند الحلقه تانية. لكن نشوف فنزويلا ديت هتعمل له ايه. فنزويلا ديت، فنزويلا ديت يا جماعه بيسموها جوهره امريكا اللاتينيه. عندها ثروات ضخمه، انتوا اكيد سمعتوا الجمله دي قبل كده. بس ايه الثروات الضخمه؟ الثروات الضخمه انا هقول لكم ايه الثروات الضخمه دلوقتي. خلاها تبقى الحقيقه يعني ممكن تحل ازمه امريكا بنسبه لا تقل عن 50%. يعني الازمات الطاحنه اللي بتعيشها امريكا دلوقتي خلت ترامب يطلع يقول لك هنقفل الهجره، هنمشي المهاجرين، هنقلص نفقات، هنعمل ده، هنسوي ده، هنحط ضرائب على الرسوم، ضرائب على الواردات، يعني اي منتج جاي من بره يحط عليه ضرائب وحاجات جديده كلها. الناس اللي بتعبر الحدود مفيش، يعمل الايس اللي هي قوات مكافحه قوات الهجره لمكافحه الهجره غير الشرعيه، وتنزل تمسك في الناس في الشوارع. يعني حاجات بتدل، ان دلت على شيء تدل على ان في تأزم في شيء ما. فنزويلا هتعمل لك ايه بقى؟ فنزويلا اول حاجه هنقول لكم على الثروات الضخمه اللي فيها. تاني حاجه مطمع، هي عندها سيوله عسكريه واضحه وعندها ضعف عسكري. خلاص. طيب عندها ايه فنزويلا دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي رقم واحد في العالم في البترول. عندها احتياطات من النفط الخام مؤكدة في باطن الأرض بكام؟ 303 مليار برميل من النفط. خلاص، دي احتياطيات مؤكدة. قيمتها كام بقى؟ يعني ال 303 مليار دول يعني يعملوا لهم كام كده بالبلدي؟ 18 تريليون دولار. 18 تريليون دولار. ادي تقريبا 40% من ديون امريكا. خلاص، ده نفط بس لوحده. حلو قوي. طبعا يعني ده مش محسوب فيه النقل والاستخراج وكده، ولكن احنا امريكا هنا عندها شركات ضخمه جدا في النقل والاستخراج وكده، مش قصه بالنسبه لنا.
وايه وفل الفل. النقطة اللي بعديها بنتكلم على الخامات بقى والثروات الطبيعية. 6.3 تريليون متر مكعب من الغاز. بترول بيبقى دايما مصحوب بالغاز. 6.3 تريليون متر مكعب من الغاز، بما يعادل كام؟ مش هنقول لكم فلوس، لكن هنقول ان الغاز اللي موجود في فنزويلا يعادل 75% من حجم احتياطيات الغاز في قارة امريكا الجنوبية. فنزويلا لوحدها عندها 75% من الغاز بتاع قارة امريكا الجنوبية. خلاص كده. اللي بعديه، عندهم 730 طن من الفحم القابل للاستخدام على طول، يطلع ويستخدم. ده يا جماعة كل دي وقود. لما نقول غاز ده وقود بيشغل البيوت والمصانع والعربيات هنا في أمريكا. البترول نفس الموضوع. الفحم شرحه قيمته كام؟ ال 730 طن من الفحم القابل للاستخدام ده 75 مليار دولار. طيب نيجي بقى المعادن النادرة والنفيسة زي ايه؟ الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب. نبتدي بالذهب. 800 طن احتياطي من الذهب. 800 طن. سوري يا جماعة، أنا آسف 8000 طن. 8000 طن احتياطي من الذهب. قيمته بأسعار اليوم كام؟ تتجاوز تريليون دولار. يبقى في 8000 طن كده على الجنب ذهب بتريليون دولار. تمام. الماس 41 مليون قيراط من الألماس، معرفش بكام، والإحصائيات اللي أنا قعدت أدور عليها ما قالتليش بكام. 41 مليون قيراط من الألماس. تمام. نخش على المعادن النادرة بقى اللي هي فيلم، واحتكرته الصين وبكل خباثة دخلت عملت تعاقدات مع فنزويلا ومع في أفريقيا وهنا علشان تسيطر على المعادن النفيسة والنادرة. وهم فعلا رقم واحد دلوقتي في البطاريات وفي العربيات الكهربائية والوقود البديل الأخضر. خلاص. رقم واحد الصين. العربية الصينية دلوقتي المتوسط بتاعها بتعمل لها 800 كيلو في الشحنة الواحدة. احنا هنا في أمريكا لسه قاعدين بنكح في 500 وال600. تسلا وفي الماركة التانية اللي أنا قلت لكم عليها ديت صورتها، يعني قاعدين لسه 500-600 كيلو وأسعار غالية جدا. الصين نص السعر والعربية بتعمل 800، وداخلين دلوقتي في الريف اللي هي بتبقى نص بنزين، اللي هو بتتملي بنزين، بس البنزين بيحرك المولد بتاع الكهرباء مش علشان يحرك العربية. فالتفويلة بتاعت البنزين تمشيك 1200 و1300 كيلو فيلم. خلاص. كل ديت بيدخل فيها المعادن النادرة زي ايه؟ تيتانيوم، نيكل، كولتان، مغنيسيوم، حديد، نحاس. كل ده متوفر في فنزويلا. خليني اقول لكم ان فنزويلا لوحدها عندها 39 مليون طن من التيتانيوم. 39 مليون طن من التيتانيوم. 490 ألف طن من النيكل. كفاية لغاية كده أرقام. يعني الأرقام ديت لو هتدلكم على شيء، والكلام اللي احنا بنقوله ده لو هيدلكم على شيء، هيدلكم ان المعلم ترامب ما هواش سايب فنزويلا. خلاص. مادورو بقى يدخل يعمل معاهم اتفاقية يرجعوا تاني على سريره، لكن أمريكا مش هتسيب فنزويلا. وطبعا دوت للصالح الأمريكي، وأنا شايفه كده صحيح. أنا شايفه لصالح الشعب الأمريكي. هيطلعوا من أزمات اقتصادية طاحنة للاقتصاد الأمريكي. نتمنى السلامة للناس بتوع فنزويلا، وإن شاء الله أمريكا برضو بلد يعني محترمة، ما بيمصوش دم الناس ويسيبوهم في الهواء الطلق يعني، لكن أكيد هيساعدوا شعب فنزويلا. خلينا ندردش بعد كده على جرينلاند. اكتبوا لي ايه رأيكم في اللي بيحصل، ونتمنى السلامة لكل أهلنا، ويرب ينصرهم على اللي بيعاديهم. وما تنسوش تصلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.